السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيت نشارك معكم ريش بوند محبوب الجماهير بنكهة الليمون. كتجي زوينة بزاف بزاف وطريقة مختلفة، كتجي هشيشة وكتذوب في الفم كما كتشاهدوا، بحال هاكا تاكلو في شي كيكه، ولا كتجي الصراحه زوينه زوينه بزاف بزاف. هنا انا نحتاج 3 تاع البيضات. هنا عندي قبصه تاع الملح، عندي واحد الفاني، عندي كاس معامر تاع سنيده. غادي نحرك هادشي مزيان مزيان حتى يذوب لي سنيده ديالي. هنا غادي نزيد كاس معامر تاع الزيت، وغادي حتى هي نحركها مزيان مزيان حتى نساولي المقادير كامله. هنا عندي كاس ديال الليمون او التشين، حنا في الجهه الشرقيه كنقولوا التشين. غادي نحركو مزيان مزيان وندير هنايا 2 خميرات ديال الحلوى، وعندي الفرينه حسب الخليط. المهم هنا انا ما تكبطوليش الخماره، المهم انا درت 2 خميرات تاع الحلوى. انا غادي نجمع هادشي مليح مليح. المهم هنايا غادي نخلي العجينه ديالي تكون جاريه. هذه هي السر ديال الهشاشه ديال الحلوى ديالنا تاع ريش بوند. هنايا خاصها تكون جاريه، غادي تبقى تلصقنا في اليدين. انا غادي ندير شويه الزيت، نبقى نديرها في يدي باش يعني تساعدني العجينه في التكوار. هنايا غادي شتو كي كتجي رطبه وكتجي زوينه الصراحه. انا غادي نبقى ندير كريات يكونوا شويه مويه، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار، حيتاش اصلا غادي نديروها الطيب، غادي تنتفخ معانا الحلوه ديالنا. هنا كما كتشاهدوا كندير الزيت، كندير شويه في يديا، ما تكثروش باش ما تلصقناش في يدينا وصافي. هنايا الزيت كتساعدنا. المهم انا غادي نكمل الكميه ديالنا كامله، غادي نكملها على نفس الشكل ونديرها طيب. هنايا غادي خاصنا نكون الفران دايراتو يسخن من قبل، نديرها الفوق الطيب، عاد نهبطها تحمر شويه لتحت وصافي نقلعوها. يعني من الاحسن ما نخليوهاش تحمر بزاف، حيت اصلا غادي ترمد في الكونفيتير ونوات كوكو، ما غاديش يبان يعني اللون ديالها ولا. المهم انا غادي نكمل الكميه ديالي كامله هكا. صافي قلعتها في اللاطه ديالي بالفران. هنايا عندي لاصوص اللي غادي ندير فيها الحلوه ديالنا. هنا عندي كاس تاع الليمون وكاس تاع الكونفيتير، نديرهم فوق البوطه يغلاو ونديرهم هنا يكونوا عاد سخون، تكون عاد سخونه هذيك الكونفيتير. غادي نزيد فيه الحلوه ديالي ونخليها شويه، عاد نخليها واحد 2 دقائق ولا 3 باش تشرب لنا داك الليمون والكونفيتير، ونقلعهم نصفيهم ونديرهم في نواه كوكو كما تشاهدوا في الفيديو.
جربوا نواه كوكو بهاد الطريقة، كتجي زوينة بزاف بزاف مع هداك الليمون ونواه كوكو، كتجي واحد البنة خطيرة، والأهم الأهم كتجي هشيشة كتذوب في الفم. أنا هذه هي المعتمدة عندي فيما نبغي ندير حلوة تاع ريشفوند، كنديرها بهاد الطريقة بلا زبدة بلا والو، كتجي هشيشة ما تشبعوش منها. جربوها وغادي تعجبكم إن شاء الله. صافي، هذه هي النتيجة ديال الحلوة ديالي، تجي على هذا الشكل. الصراحة جات زوينة زوينة بزاف بزاف. اللي عجبو الفيديو ديالي وعجباتو الريشمون ديالي ما تنساوش تخليو لي واحد جيم وكومونتير، واللي ما ابونيش يتابونا معايا، وكنشكركم بزاف بزاف. الى اللقاء.